اللي في الصورة دي الأستاذة شادية بارونة المعادي وصاحبة أكبر شبكة لاستغلال البنات في المعادي، وأسرتها كلها كانت بتشتغل معاها، واللي كشفهم جريمة تانية خالص، ولولا وقوع الجريمة الأولى كانت شادية زمانها بريئة لحد النهاردة. بتبدأ القصة سنة 1972 في منطقة المعادي التابعة للقاهرة مع راجل اسمه عبد الهادي وهو في طريقه للشغل الصبح. عبد الهادي كان متعود يروح شغله الساعة 6، وتقريبا الوقت اللي كان بينزل فيه ما كانش بيبقى فيه حد غيره في الشارع. وفي اليوم ده لاحظ عبد الهادي إن في بنت في العشرينات تقريبا مرمية على جنب الطريق وملفوفة في ملاية، فافتكر إنها مخطوفة واللي خطفها هو اللي رماها هنا، وراح لها عشان يطمن عليها، ولكنه بمجرد ما لمسها لاحظ إنها ما بتتحركش، وأدرك وقتها إن البنت دي ميتة وإن الجثة من غير هدوم، والحاجة الوحيدة اللي ستراها هي الملاية، وما قدرش إنه يتعرف على ملامح الجثة، فسابها مكانها وجري بسرعة على اسم الشرطة عشان يبلغ عن مكان وجود الجثة. وبمجرد تقديم البلاغ اتحركت قوة من الشرطة للعنوان اللي قال عليه عبد الهادي، وكان طبعا كل أهالي المنطقة اتلموا حوالين الجثة، فاستغل الضباط وجود عدد كبير من الأهالي وبدأوا يسألوهم لو حد يعرف مين البنت دي، ولكن الرد كان واحد، محدش منهم يعرفها ولا شافها قبل كده، وغالبا مش من سكان المنطقة أصلا، ده غير إن ما كانش معاها أي إثبات شخصية أو دليل واحد يعرفهم هي مين. فحولوا الجثة للمعمل الجنائي لفحصها، وبدأ رجال الأمن يجمعوا معلومات عن بلاغات الاختفاء في المنطقة، وبعد مجهود كبير من البحث اكتشفوا إن أغلب البلاغات المتقدمة عن بنات صغيرين، والبنت اللي لقوا جثتها كانت تقريبا عندها 26 سنة بس أو أصغر شوية، فشكوا إن البنت دي ممكن ما تبقاش من سكان المعادي فعلا، لأن أسرتها لحد دلوقتي ما بلغوش عن اختفائها. وبدأوا يفحصوا البلاغات في المدن والمحافظات القريبة في الوقت اللي كانت فيه الجثة في المعمل الجنائي لفحصها لتحديد طريقة القتل أو أي علامة مميزة على الضحية، خصوصا إن الجثة وقت اكتشافها ما كانش باين عليها أي أثر لطعنة أو لرصاصة، ودخلها طريقة القتل نفسها مجهولة. وتاني يوم طلع التقرير بتاع المعمل واللي اتذكر فيه إن الضحية ماتت بسبب توقف عضلة القلب، ودي طريقة موت طبيعية جدا، ولكن اللي حولها الجريمة إن قبل موتها على طول تم الاعتداء عليها، وما كانش فيه أي بصمات على الجثة، ده غير إنه كان مرسوم على ظهرها تاتو معين بحرف الإم، فتوقع رجال الشرطة إن اللي قتل البنت دي شخص خطفها واعتدى عليها، وبعد كده اتخلص من جثتها هنا لأنها مش من المنطقة ومحدش يعرفها، بس الأكيد إنها اتقتلت قريب من مكان اكتشافها بسبب إن الجثة ما كانش عدى على موتها وقت طويل، وكان واضح إن الحرف المرسوم على ظهرها يبقى أول حرف من اسمها. ففحصوا بلاغات التغيب في المناطق القريبة من القاهرة لبنات بيبدأ اسمهم بنفس الحروف، وكانت البلاغات كتير جدا، لكنهم قدروا يحصروا البنات بين سن 20 و26 سنة على أساس إنها ممكن تكون اختفت من مدة طويلة، أو يعني كان سنها أصغر وقت ما اختفت. والنتيجة كانت وجود 4 بنات سنهم قريب من بعض، وكلهم اختفوا في ظروف غامضة، ومن وقت تقديم البلاغات لحد وقت اكتشاف الجثة ولا واحدة من البنات دول تم التبليغ عن رجوع لأهلها بالسلامة. الأولى هي مروة حسين. مروة اختفت من 3 سنين بالظبط، وقبل اختفائها كانت عايشة مع أسرتها في بيت صغير في منطقة أوسين بالجيزة، فاتحركت قوة من الشرطة على بيت مروة ومعاهم صورة للجثة اللي لقوها في المعادي، وأول ما وصلوا هناك اتصدموا صدمة كبيرة. مروة هي اللي فتحت لهم الباب وعرفتهم بنفسها وأكدت إن اسمها مروة حسين، واتضح بعد كده إنها بعد ما هربت من البيت رجعت مرة تانية لوحدها من غير ما حد يلاقيها، وعرفوا إنها كانت هربانة مع عشيقها اللي كان وعدها يتجوزها بعد ما يسافروا القاهرة، لكنه ضحك عليها وسابها في القاهرة وهرب. والتانية كانت مفيدة محمد الحبشي. مفيدة كان عندها 23 سنة وعايشة مع أمها لوحدهم في الفيوم. مفيدة كان عندها ميول غريبة من وهي صغيرة، وطول الوقت كانت بتحلم إنها تشتغل رقاصة في أي كباريه، وبمجرد ما وصلت لسن 20 سنة سابت البيت وهربت عشان تشتغل في كباريه في اسكندرية. ويوم ما هربت راحت أمها قدمت بلاغ عن اختفائها، لكن الشرطة تجاهلت الموضوع باعتبار إنها هربت بمزاجها وما اختفتش ولا حاجة. وفي الوقت ده لما وصلت الشرطة لأم مفيدة قالت لهم إن بنتها هربت وسابت لها رسالة واحدة قبل ما تهرب، إنها رايحة اسكندرية عشان تشتغل هناك، فشكوا إن مفيدة هي البنت صاحبة الجثة وعرضوا الصورة على أمها، لكنها أكدت إنها مش بنتها فعلا وما تعرفش أي حاجة عن البنت اللي في الصورة. وبدأت القضية تكون أصعب لأن مفيش غير بنتين بس اللي ناقصين. البنت التالتة اسمها مريم عز الدين. مريم عندها 23 سنة وكانت عايشة قبل اختفائها في مدينة بنها في القليوبية، وعندها 3 إخوات بنات أصغر منها في السن، ومريم هي اللي كانت بتصرف على إخواتها لحد ما في يوم اختفت ومحدش كان عارف هي راحت فين. فاتحركت قوة جديدة من الشرطة لبيت مريم، وهناك اتصدموا صدمة جديدة. مريم كانت مخطوفة وقت تقديم البلاغ،
وأسرتها بعد ما فقدت الأمل إنهم يلاقوها لأنهم مش عارفين مين اللي خاطفها، لقوا جثتها بعد فترة صغيرة مرمية في الزبالة ومتشال منها أعضاء. وهنبقى نعمل حلقة منفصلة عن مريم عز الدين إن شاء الله. المهم إن مريم ما طلعتش هي البنت اللي بيدوروا عليها، وما كانش فاضل غير بنت واحدة بس، ميرنا ميخائيل. ميرنا بنت مسيحية عادية جدا ومعروف عنها إنها هادية وعمرها ما عملت مشكلة مع حد. وفي يوم كانت في طريقها لكنيسة الروم في الإسماعيلية، لكنها ما وصلتش الكنيسة، وفي نفس الوقت ما رجعتش البيت مرة تانية. وبمجرد وصول المعلومات اتحركت قوتين من الشرطة، قوة في طريقها لبيت ميرنا والتانية في طريقها للكنيسة، على أمل إن ميرنا تكون هي البنت اللي بيدوروا عليها ويلاقوا حل لجريمة جثة المعادي المجهولة. لكن خلينا أصدمك إن الشرطة بعد ما عرضت الصورة على أهل ميرنا وعلى أصحابها في الكنيسة ما قدرش حد منهم يتعرف على صورتها، وأكدوا للشرطة إن ميرنا لون بشرتها أسمر والبنت صاحبة الجثة كان لون بشرتها أبيض، وطبعا مع اختلاف ملامح وشها وعدم وجود صليب على إيديها. ورجعت القضية مرة تانية لحرس سد، والشرطة معاش أي معلومة غير صورة الجثة والحرف اللي على ظهرها. وفضلت القضية متعلقة 3 شهور بدون حل، لحد ما في يوم راح شاب اسمه ربيع لاسم شرطة الرمل في اسكندرية وقال إنه شاف صورة مراته في الجورنان وعرف إنها اتقتلت من 3 شهور. وأخدت الشرطة أقوال ربيع واللي قال إن مراته اسمها منى عبد الغفار، ووقت اختفائها كان عندها 21 سنة، وكانت متجوزة من ربيع وعندهم بنت صغيرة. سابته منى هو والبنت وهربت من اسكندرية على القاهرة عشان تشتغل في أعمال منافية للآداب زي ما كانت بتعمل في اسكندرية من ورا جوزها. وقال ربيع إنه اكتشف إنها كانت على علاقة برجالة غيره في اسكندرية، ولما واجهها بالحقيقة وكان ناوي يقتلها تاني يوم هربت في نص الليل واختفت وما شافهاش من وقتها. ولما اتسأل لو كان دور عليها في القاهرة فقال إنه ما كانش فاضي يدور عليها وكان مركز مع بنته الصغيرة واللي كانت لسه رضيعة وما كانش عارف يعمل معاها إيه. فسألوا الضابط عن السبب اللي خلاه يتأخر كل المدة دي على ما يقدم بلاغ باختفاء مراته، فرد إنه ما كانش عايز يشوفها تاني، لكن أمه هي اللي زنت عليه إنه يروح يبلغ عنها أحسن يكون حصل لها حاجة. ودلوقتي هو مبسوط إنها ماتت وإن في حد غسل العار اللي جابته منى عليه وعلى بنتها اللي هتتربى من غير أم. ساعتها شك رجال الشرطة إن ربيعة ممكن يكون هو القاتل لأنه ما بلغش عن مراته طول الفترة دي. وفعلا قبضت الشرطة على ربيعة وبدأوا يحققوا معاه وعرفوا معلومات غريبة جدا عن منى مراته. منى أصلها من أسيوط واتولدت لأسرة فقيرة جدا هناك، وكان عندها أخت واحدة أكبر منها ب2 سنين. وفي يوم اتحرق البيت اللي فيه الأسرة كلها ومنى عندها 13 سنة بس، وماتت أسرتها كلها في الحريق. ومنى كانت هي الناجية الوحيدة من الحريق، واتهموها الجيران ساعتها إنها السبب في الحريق أصلا بسبب إنها كانت بتتعرض للعنف من أسرتها، لكن طبعا محدش قدر يثبت عليها حاجة. وبعد ما اتبرأت منى من تهمة حرق البيت قضت كام سنة في دار أيتام لحد ما خرجت وهي عندها 18 سنة وهربت من بلدها على اسكندرية عشان تبدأ حياتها هناك. وقابلت ربيعة بالصدفة وحبوا بعض هما الاتنين واتجوزوا في فترة قصيرة من غير ما يعملوا فرح، لأن منى كانت وحيدة وما تعرفش حد ممكن تعزمه. وبعد جوازهم بفترة خلفوا بنتهم الوحيدة، وبعدها اكتشف ربيعة الجريمة اللي بتعملها من وراه وواجهها بيها زي ما قلنا وكان هيقتلها، لكنها اختفت وما ظهرتش تاني غير وهي جثة. وبالتحقيق مع ربيعة كان واضح انه ما يعرفش حاجة عن الجريمة، لكنه اعترف ان منى فعلا كانت بتمارس افعالها البشعة دي من وهي موجودة في اسكندرية، ومش بعيد يكون اللي قتلها واحد من الناس اللي كانت بتتعامل معاهم. وعلى الرغم من وجود الدافع عند ربيعة، لكن الاعتداء على منى قبل موتها كان سبب في اسقاط كل الادلة بتاعت الادانة ضده، لانه لو عايز ينتقم منها كان قتلها على طول. وفعلا بدأت الشرطة في القاهرة تبحث عن اي شقة او بيت باسم منى عبد الغفار عشان يحققوا مع جيرانها، لحد ما اكتشفوا ان في شقة في منطقة حلوان متأجرة باسم منى. ولما راحوا هناك عرفوا من صاحب البيت ان منى كانت عايشة في الشقة لوحدها ومحدش كان بيزورها تقريبا غير واحدة ست قال عنها صاحب الشقة ان وزنها زايد شوية وباين عليها انها محترمة، لكن ولا يعرف اسمها ولا قدر يوصف ملامحها بشكل دقيق. فخدت الشرطة مواصفات الست من صاحب البيت وقرروا يبحثوا عنها على امل انهم يلاقوها، ودي كانت حاجة صعبة جدا. واتبرأ ساعتها ربيعة من التهمة بشكل مبدئي بسبب عدم وجود دليل قاطع على ارتكابه الجريمة. وفضلت القضية شغالة لحد بداية سنة 1973 بعد ما عدى كام شهر على قتل منى بدون وجود قاتل أو حتى وجود للست اللي كانت بتزورها في البيت. وفي يوم راحت بنت اسمها آية لاسم الشرطة التابع لمنطقة المعادي عشان تبلغ عن حماتها، وقالت إن حماتها الموظفة المحترمة بتستخدم شقتها في نشاط إجرامي لاستغلال البنات وكانت عايزاها تشتغل معاها كمان. اتحركت وقتها قوة من مباحث الآداب لعنوان الشقة اللي قالت عليه آية، ولما وصلوا هناك لقوا البيت عبارة عن 5 أدوار والشقة اللي بتقول عنها آية في الأخير، فطلعوا بسرعة لهناك عشان يفتشوا الشقة. لكن الصدمة إنهم لما خبطوا على الباب حماية هو اللي فتح، وكان في الشقة هو وبناته الاتنين لوحدهم. فدخل رجال الشرطة للشقة عشان يفتشوها وما كانش فيه أي حاجة مريبة في المكان، على الرغم من إن الأسرة كلها كانت متوترة.
ولاحظ رجال الشرطة وجود أزاز خمرة، فسألوا الراجل واللي كان اسمه سعيد، فرد عليهم إنه بيحب الخمرة، وسألهم لو كانت حاجة غلط إنه يشرب خمرة وموجود في البيت. فرد عليه الضابط إنه حر طالما في بيته، لكنه استغرب إن الأزايز عددها كبير جدا. ومشيت الشرطة وقتها من الشقة وكانوا هيوجهوا تهمة إزعاج السلطات لآية، لكنها كانت مصرة إن حماتها وحماها مذنبين. فقرر رجال الشرطة يراقبوا الشقة عشان يثبتوا الجريمة على سعيد ومراته. وأثناء مراقبتهم للشقة جمعوا المعلومات الأولية عن الأسرة. سعيد كان موظف في أحد الجهات الحكومية، لكنه استقال من شغله قبل 9 سنين. ومن وقت ما ساب الشغل وهو متعود كل يوم ينزل من الشقة الساعة 8 الصبح تقريبا، ويفضل قاعد على القهوة لحد الظهر، وبعدها يروح يشتري الخمرة ويطلع الشقة وما ينزلش منها مرة تانية لحد تاني يوم. ومراته الأستاذة شادية كانت بتشتغل في وظيفة مرموقة في مصلحة حكومية، وكان معروف عنها في الشغل إنها ست جشعة وبتحب الفلوس زي عينيها، ومستعدة تضحي بأي حاجة مقابل الفلوس. ده غير إنها كانت بتاخد رشاوي كتير من المواطنين عشان تمشي لهم المصالح بتاعتهم. وكان عندها بنتين، هاجر وداليا. هاجر عندها 24 سنة وداليا أصغر منها بسنتين، والاتنين لحد دلوقتي ده ما كانوش لسه اتجوزوا، وهم اللي رافضين الجواز أو إنهم يتعرفوا على أي راجل. وحتى لما بيجي لهم عرسان صالونات أمهم كانت بترفض تجوزهم من غير ما تقول أي أسباب. والابن الكبير كريم واللي كان عنده وقتها 27 سنة هو الوحيد اللي أمه قررت تجوزه، واختارت له آية بسبب إنها جميلة جدا، وكانت مصرة بشكل ملحوظ إن الجوازة تتم في أسرع وقت. ومن بعد الجوازة دي على طول لاحظت آية إن الأسرة دي في حاجة غلط، خصوصا إنها كل ما تقعد مع حماتها تجر رجلها عشان تشتغل معاها. وفي البداية آية كانت فاكراها بتختبرها عشان تتأكد من أخلاقها، وقالت لنفسها إن حماتها مستحيل تكون بتتكلم بجد. ولكن لما لاحظت إن الموضوع زايد عن اللزوم اتخانقت مع حماتها وبطلت تروح لها البيت. بس الصدمة إن حتى جوزها كريم بعد فترة قصيرة قرر يفتحها في نفس الموضوع، وبحسن إن هي شكت إن هو كمان بيختبر أخلاقها، لكنها في الآخر زهقت من تكرار سؤاله عن الموضوع، واتأكدت إن في حاجة غلط وسابت له البيت وراحت عند أهلها. فراح كريم وراها عشان يصالحها، وأول ما وصل عندها البيت طلعت اتخانقت معاه في الشارع وشتمته بأبشع الألفاظ، وبدأت تحكي عن اللي بتعمله أسرة كريم في وسط الشارع. وبسبب صوتها العالي قدر الجيران يسمعوها طبعا، وشكوا هما كمان إن حماتها تكون ماشية في البطال، ولكن محدش كان قادر يثبت عليها حاجة، خصوصا إن سمعة شادية في المنطقة كانت كويسة جدا، والناس هناك كانوا حابينها عشان بتمشي لهم مصالحهم. وبسبب انتشار الأخبار دي راقبت الشرطة شقة شادية عشان يتأكدوا من حياة شغلها في الشقة، ولاحظوا ساعتها إن في رجالة وستات كتار بيدخلوا البيت من بداية الساعة 8 الصبح وبيترددوا على البيت. وفي الوقت اللي بيدخل فيه الناس دول الشقة، شادية بتكون شغلها في المصلحة وجوزها بيكون قاعد على القهوة. لكن في أيام معينة بتدخل شادية العمارة ومعها بنت أو 2، وبعد شوية البنات دول بينزلوا لوحدهم وما بيرجعوش المكان ده تاني إلا لو شادية جابتهم معاها. لكن دخول الناس الغريبة دي للبيت في النهار ما كانش بيثير الشبهات، خصوصا إن مفيش حد من الجيران اشتكى قبل كده إن البيت بيحصل فيه حاجة منافية للآداب. فقرر الضابط المسؤول عن المراقبة يتنكر ويروح بنفسه يدخل الشقة عشان يثبت الجريمة على شادية وجوزها. ولأنه ما يعرفش هما بيجيبوا زباين الشقة إزاي، راح لسعيد على القهوة وقال له إنه سمع الشقة بتاعته عايز يطلع معاه. ساعتها اتعصب عليه سعيد وبهدله في نص الشارع وطرده من الشارع قبل ما يرتكب جناية. وقتها شك الضابط للحظات إن سعيد ممكن يكون صادق، بس موضوع الناس اللي بيدخلوا البيت كان أزمة كبيرة طبعا وحاجة مريبة، وقرر رجال الأمن يقتحموا الشقة. ولما وصلوا هناك كان سعيد قاعد على القهوة زي كل يوم، وأول ما شافهم بيقربوا من الشارع عمل نفسه مش واخد باله لحد ما مسكوا الضابط وطلع بيه على الشقة على طول. ولما خبطوا على باب الشقة لقيوا داليا وهاجر هما اللي فتحوا الباب، وما كانش فيه أي حاجة غريبة فيهم أو حتى في الشقة. والتاني مرة كان واضح عليهم إنهم متوترين جدا مع إن مفيش حاجة في الشقة غريبة. فاعتذر لهم الضابط وقال لهم إنه بلاغ خاطئ ومشوا من الشقة زي ما عملوا قبل كده. وطول الوقت ده شادية نفسها ما ظهرتش ولا مرة، والشرطة مش عارفين شكلها عامل إزاي. فتجمع فريق من مباحث الآداب وفريق من قسم الجرائم عشان يحققوا في القضية ويربطوها بجريمة قتل منى، واللي كانت لسه ما اتحلتش لحد الوقت ده. ولما بحثت الشرطة عن شادية اكتشفوا إنها ست وزنها زايد فعلا وبتشتغل في مصلحة حكومية، وعينوا واحد من المخبرين عشان يراقب البيت بشكل يومي ويجمع كل المعلومات الجديدة عن شادية. وفي أول تقرير بعته المخبر للاسم أكد فيه إن شادية كانت بترجع البيت معاها بنات، وإن كل البنات من سن منى القتيلة وكلهم ملامحهم جميلة جدا. والغريب إنه لاحظ إن في رجالة كمان بتطلع البيت الصبح وتنزل أول ما الدنيا تضلم، لكنه ما كانش متأكد بيطلعوا لشقة شادية ولا لأ. فاستدعت الشرطة تاني يوم شادية للتحقيق معاها في الوقت اللي اتحركت فيه قوة من الشرطة على شقتها عشان يفتشوها ويتأكدوا من حياة شغلها. ولما وصل رجال الأمن للشقة لقوا إن كل حاجة طبيعية زي كل مرة، لكنهم لأول مرة لاحظوا إن الشقة اللي تحتهم على طول
طلع منها صوت شباب، مع إن باين على بابها إنه قديم جدا وإن محدش دخل الشقة دي من سنين. فخبطوا على باب الشقة ولقوا جواها شابين، الأول هو كريم سعيد وابن عمه يوسف سيد. ولما اتسألوا عن سبب وجودهم في الشقة رد كريم وقال إنها شقة عمه وكان عايش فيها لوحده، لكنه مسافر من كام شهر والشقة فاضية لأن يوسف عايش مع عمه في مدينة تانية. فشك رجال الشرطة في سيد ده لأنه مش موجود في شقته ومحدش من عيلته عارف هو سافر فين. واللي شاككهم فيه بصراحة إنه اختفى وقت وقوع جريمة قتل، وعلى الفور بدأوا يدوروا على سيد في كل مكان، في الوقت اللي كانت اتفتحت فيه قضية شقة الأستاذة شادية وأعمالها المشبوهة مرة تانية، واستدعتها الشرطة للتحقيق معاها وإثبات إن منى كانت واحدة من البنات اللي بتستغلهم شادية. وفي بداية التحقيقات أنكرت شادية معرفتها بموضوع استغلال الشقة والبنات، وأنكرت كمان إنها تعرف منى، وقالت إن عمرها ما شافتها قبل كده. فاستدعت الشرطة الراجل اللي بلغهم بملامح شادية لأول مرة، لكنه لما شاف شادية كان محتار يقول هي ولا لأ، لأنه ما كانش متأكد من ملامحها، ورفض إنه يعترف عليها خوفا من إنه يكون بيظلمها، خصوصا إن دي جريمة قتل. وتاني يوم مشي الراجل وشادية من النيابة من غير ما الشرطة تثبت عليها أي حاجة. وبالنسبة لهم كان حل لغز قتل منى أهم بكتير من كشف نشاط الشقة بتاعت شادية. لكن الصدمة كانت بعد 3 أيام من خروج شادية من النيابة، لأنها غيرت كل حاجة تقريبا، وجوزها ما بقاش ينزل من البيت في الوقت اللي متعود بينزلوا كل يوم، وحتى البنات والرجالة اللي كانوا بيطلعوا الشقة بطلوا يطلعوها. حس وقتها رجال الأمن إن في حاجة غلط، وإن شادية فعلا مجرمة وبتحاول تداري على جريمتها، وتأكدوا إن في رابط بين الجريمتين. ولكن ما كانش لسه في دليل على شادية، والحل اللي قدامهم كان البحث عن سيد أخو جوزها. وبعد فترة قصيرة قدرت الشرطة توصل لمعلومة خطيرة، في واحدة من صحبات منى القتيلة عايشة في منطقة حلوان اسمها هدير محمد رفاعي. هدير كانت من سن منى تقريبا، وكانت حاسة بالشفقة ناحية منى بسبب اللي حصل في حياتها وهي صغيرة، لكنها ما كانتش بتقول لأي حد إن هم أصحاب بسبب سمعة منى الوحشة. وطبيعي أي واحدة مكان هدير كانت هتعمل كده، لحد ما الشرطة قدرت توصل لعنوان بيت هدير واستدعوها للتحقيق معاه في القضية. فأنكرت هدير معرفتها بالقتيلة، وقالت إن معرفتهم كانت سطحية جدا، وكل اللي تعرفوا عنها إنها بتشتغل في أعمال منافية للآداب. ولما ضغط عليها وكيل النيابة عشان يعرف منها تقصد إيه بالظبط، بدأت تقول إن هي ومنى كانوا صحاب فعلا، وإن منى قالت لها في مرة إنها اتعرفت على ست اسمها شادية بتدير شقة خاصة بيها في منطقة المعادي. واعتراف هدير كان بداية جديدة لكشف جرائم شادية، في نفس الوقت اللي قدرت الشرطة تعرف فيه إن السيد هربان في بورسعيد وقاعد هناك في واحد من الفنادق الصغيرة. وبعد القبض على السيد والتحقيق معاه بدأ يحكي قصة من أقذر القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. السيد قال في التحقيقات إنه من وقت ما اتولد هو جبان جدا، وأخوه سعيد كان على طول بيمشي كلامه عليه. ولما كبر سعيد واتجوز شادية كانت كل حاجة ماشية في حياتهم عادي جدا، لحد ما اكتشف سيد بعد فترة إن أخوه ومراته حولوا شقتهم للأعمال المشبوهة، وبقى يلاحظ كل شوية ستات ورجالة طالعين الشقة فوق. وفي مرة حاول يعرف إيه اللي بيحصل، فضربه سعيد وطلب منه ما يتدخلش مرة تانية في أي حاجة ما تخصوش. وفي يوم هو قاعد في شقته مع ابنه الوحيد يوسف اللي كان بيزوره يومها عشان يطمن عليه، لقى شادية بتخبط عليهم الباب الساعة 3 الفجر. ولما فتح لها قالت له يطلع معاها بسرعة، وفوق اتصدم لما شاف منى على السرير وملفوفة بملاية بس وفاقدة الوعي تماما، ودي كانت أول مرة يشوف فيها منى. فقالت له شادية على كل حاجة، وعرفته إن سعيد كان على علاقة بالست دي، لكنها فجأة قطعت النفس وما اتحركتش خالص. فاتصدم سيد وما كانش عارف يعمل إيه، لحد ما دخل سعيد الأوضة وهو سكران وبدأ يضرب سيد زي ما كان بيضربه على طول، وأمره ياخد يوسف ابنه ويشيلوا الجثة زي ما هي ويرموها في أي مكان في الشارع، المهم إن محدش يشوفهم لو هم نازلين ولا هم طالعين. وفعلا نزل سيد من خوفه ومعاه الجثة، وبعد ما رماها واتخلص منها رجع لأخوه سعيد تاني عشان يسأله هيعملوا إيه. فهدده سعيد إنه لو فكر يقول لحد هيوديه في داهية هو وابنه، لأن هم اللي اتخلصوا من الجثة. وأكد سيد في نهاية التحقيق إنه ملوش علاقة بالجريمة، ولكن باعتباره اتستر على مجرم فتم حبسه على ذمة التحقيق. وبدأت الشرطة تاخد أقوال شادية وسعيد وولادهم، واللي حاولوا كلهم ينكروا وجود علاقة بينهم وبين الاتهامات دي، ولكن بعد الضغط عليهم انهاروا كلهم واعترفوا بكل حاجة بالتفصيل. شادية الموظفة المثالية في عيون جيرانها، واللي انت نفسك لو شفتها في الشارع هتحترمها، كانت مشغلة بناتها الاتنين في أعمال مشبوهة. ده غير إنها كانت مشغلة معاها بنات كتير جدا، وكل زباينها من الرجالة كانوا ناس أغنياء وبيدفعوا لها فلوس كتير جدا. ده غير إن والعياذ بالله كانت بتتفق مع بنات معينين اختارهم سعيد بنفسه عشان يعتدي عليهم. ومن وسط البنات اللي اختارهم المجرم سعيد كانت آية البنت اللي قررت شادية تجوزها لابنها عشان يشغلوها معاهم باختيار من سعيد نفسه. واعترفت شادية إن منى كانت مريضة بالقلب، وبسبب اعتداء سعيد عليها قلبها وقف، ولما ماتت ومعرفوش يتصرفوا ما كانش قدامهم حل تاني غير إنهم يخلصوا من الجثة عن طريق رميها.
وأكد جوزها سعيد إنه المسؤول الأول عن موت منى بعد ما اعتدى عليها، وهو اللي أدار الشقة لحسابه الخاص. ده غير إن مراته وولاده كلهم مالهمش دعوة باللي حصل، وكان عايز يبقى البطل في عين ولاده على الأقل ويضحي بنفسه عشان خاطرهم. وده اللي خلى البنات يعترفوا إنهم كانوا بيشاركوا في الجريمة دي باستغلال من أهلهم، لأن أبوهم هددهم لو ما عملوش كده هيقتلهم ويرموهم في الشارع، وإنهم ما يعرفوش حاجة عن قتل منى وما كانوش موجودين وقت ارتكاب الجريمة. أما كريم الابن الأكبر فقال إنه ما كانش يعرف أي حاجة عن الشقة، وكذب كلام مراته اللي قالت إنه طلب منها تشتغل مع عمه وأبوه لأنه أصلا ما كانش يعرف حاجة. واتضح إن الأسرة كلها كانوا متفقين على الاعترافات عشان لو الشرطة قبضت عليهم الأب والأم بس هم اللي يتعاقبوا. وبعدها تحولت القضية للمحكمة، وبعد أقل من 3 شهور اتحكم على سعيد بالإعدام هو ومراته، وسيد اتحكم عليه ب10 سنين سجن بتهمة التستر على جريمة قتل والمساعدة في التخلص من الجثة. واتخففت العقوبة على يوسف ابنه لمدة 5 سنين، واتبرأت البنتين وكريم بسبب عدم وجود أي أدلة عليهم.